السلام عليكم. في البداية بس كنت حابب أشكركم على تعليقاتكم ودعمكم الجميل ليّا، ودي من الحاجات اللي بتخلّيني أكمّل وبتدّيني دَفعة لقدّام. وكالعادة لو أول مرّة بتتفرّج عليّا، فأنا اسمي محمد الشواتفي، وده المحتوى اللي أنا باقدّمه وباعمل أي حاجة تخُص الأكل. ولو بتتفرّج عليّا من اليوتيوب فما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. أمّا لو بتتفرّج عليّا من أي منصة تانية فما تنساش اللايك والشير واتمنى لنا من قلبك الخير، عشان ما أطوّلش عليك أو عليكِ بما إن المدارس فتحت أو الترم التاني بمعنى أصح بدأ بالفعل، فكنت جاي لك النهارده بأجمد طريقة ممكن تعمل بيها عيش الفينو في البيت. وعشان خاطر كيلو اللبن اللي بقى ب15 جنيه فيا صاحبي من غير لبن خالص، فعشان خاطر نخش في الموضوع على طول، عايز بس أورّيك هي إزاي هشة من جوّه، وما تفرقش كتير خالص عن اللي بتتعمل في المخابز الكبيرة، بالعكس دي أحسن منها وبطريقة بسيطة ومعمولة في البيت عندك، يعني أنت اللي عاملها بإيدك، يعني بالبلدي كده مضمونة. بس قبل ما أبدأ الطريقة هتصلّي على النبي كده وتعالَ أقول لك أنا عملتها إزاي. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. هنحتاج كوباية ونُص من المَيّة، عليهم نُص كوباية زبدة أو زيت المتوفّر، أنا استخدمت زبدة، تكون محضّر معلقة من الخل، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، 3 معالق سُكّر كبار. بعد ما ضِفنا كل المكونات دي زي ما اتعوّدنا السايل كلّه هنضربه مع بعض ضربة كويسة بمضرب يدوي ماشي، بمعلقة ماشي، الموجود. هتكون محضّر 4 كوبايات من الدقيق المنخول، دول بالضبط تقريبًا 400 جرام من الدقيق، نزلت بيهم كده وقلّبتهم كويس، وأول ما بدأوا يتماسكوا وعملوا معايا كده، طلّعتهم على جنب كده من البولة اللي عندي، وهابدأ أعجنهم كويس أوي. أنا بالنسبة لي أخدوا معايا تقريبًا 10 دقايق عجن، فكنت عايز أفكّرك بالقاعدة الأساسية وهي إن ما فيش عجينة ناجحة بدون عجن كتير. المهم بعد ما عجنتها 10 دقايق تقريبًا، أول ما تحس إن العجينة خلاص بقت ناعمة في إيدك، زي ما أنت شايف كده بالضبط وبقت صعبة شوية كده في العجن، هابدأ كده ألمّها لتحت بالطريقة دي بالضبط كده. والله يا صاحبي مش كلام، من كتر ما العجينة طرية وناعمة في إيدي وجميلة، أنا ما كنتش فعلًا عارف أعملها تحت. المهم هاجيب شوية زيت كده وأحط شوية في البولة وشوية على إيدي، بحيث الزيت يكون موجود في كل مكان في العجينة. بعد ما دلّكت العجينة بالزيت زي كده بالضبط، هنحطها في البولة بتاعتنا ونسيبها تخمر تقريبًا من نُص ساعة ل40 دقيقة. وأنا عشان ما عنديش سولوتيب فأنا جِبت الفوطة النضيفة دي وبدأت أغطّيها بيها، ما فيش مشكلة. سِبتها تقريبًا نُص ساعة وجيت كشفت الفوطة كده وده كان شكلها، وعشان خاطر نتأكد إن هي ناجحة فهنخبطها بالبوكس كده. هنمسك العجينة كده ونقطع جزء منها تقريبًا ربعها، هتحط العجينة على جنب كده وتجيب الجزء كده بين إيديك وتبدأ ترُلّه. بالنسبة لي أنا عشان لقيت إن العجينة كبيرة على كَف إيدي، فنزّلتها كده على المكتب، وأهم حاجة المكان اللي أنت بتعمل عليه يكون نضيف. نزّلتها كده على المكتب ورلّيتها كويس، وأول ما وصلت للسُمك اللي أنا عايزه اللي هو هيكون ده، أخويا ناولني السكينة ونزلت كده قطّعتها قطع متساوية كلّها قد بعضها، والباقي هتحطّه على باقي العجينة. هتمسك أول واحدة كده بين كفوف إيدك وتبدأ تكورها كور كلّهم قد بعضهم، ودي الكمية اللي طلعت من العجينة 21 واحدة بالضبط. غطيتها كده بالفوطة النضيفة وهابدأ آخد منها واحدة، واحدة، والباقيين هتخلّيهم متغطيين عشان خاطر ما ينشفوش مننا كده. وبدأت أبطّطهم بإيدي كده، وأول ما يتبطّطوا هاجيب الفريرة أو اللي أنا عرفت اسمها مؤخرًا النشابة، وهتفردهم بالطريقة دي كده كلّهم. ولو عندك حشو ما فيش مشكلة، أنا كان عندي شوية عجوة حطيت عليهم معلقة قرفة ورليتهم بالطريقة دي كده بالضبط. أنت لو متوفر عندك تمام، مش متوفر تمام، كده أصلًا الساندوتشات دي أو العيش ده أنت بتعمله عشان خاطر تحشيه حاجة من جوّه. المهم بعد ما قفلنا على العجوة كده يا صاحبي، هتبدأ تسويها وتبدأ تقفل عليها كويس عشان خاطر ما تتفتحش، سواء وهي في الفرن بتستوي أو قبل ما تدخل الفرن وهي بتخمر وخُد بالك من التريكات أو من التفاصيل دي عشان خاطر بتفرق جدًا. المهم عملنا أول واحدة وركناها على جنب، ففي وسط ما أنا باعمل كده سِت الحبايب طبعًا بخبرتها جات وقالت لي إن أنا ممكن أقفل الجناب الأول وبعدين أقفلها من فوق بالشكل ده وألفّها وهيكون شكلها أحسن، وقد كان فعلًا. هتجهّز أي صينية عندك ونقطة زيت وتدهنها كويس، وأدي الطريقة اللي سِت الكل قالت لي عليها عشان خاطر لو كنت أنا عدّيتها بسرعة فتشوفها تاني.
وعشان ما اكونش عملت حاجة وما وريتهاش ليكم، فانا كان عندي شوية من زبدة فول السوداني، وزبدة فول السوداني دي انا اللي كنت عاملها. لو عايزين طريقتها ابقوا عرفوني في الكومنتات اكيد. فحشيت بيها واحدة. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها جبت سكينة وبدأت امشيها كده على اساس ان هي تعمل شكل، بس اللي اكتشفته ان بعد ما اختمرت الشكل هيروح، فما تعملهوش. ودي حركة بيعملوها الشيفات الكبيرة اللي انا مش واحد منهم. هتكون محضر ربع كوباية حليب، عليها نص معلقة سكر وبيضة، وهتكسرها كده، وهتكون محضر فرشة في ايدك كده وتبدأ تدهن الكمية اللي احنا عملناها كلها بيها. واول ما تخلص يا صديقي الكمية كلها هتكون محضر كده شوية سمسم. لو مش موجود سمسم مفيش مشكلة، الخطوة دي اختياري، وبما ان انا من الناس اللي بتحب السمسم يكون موجود على اي حاجة فانا حطيت عليها سمسم. المهم يا صديقي هتخلص الكمية كلها وتسيبها على جنب كده تخمر تقريبا حوالي عن ساعة، مش اقل من كده. بعد ما سبتها الساعة واتأكدت ان هي اختمرت خلاص، هكون مشغل الفرن على اعلى درجة حرارة عندي. انا كنت مشغله على درجة حرارة 250. وده كان شكلها معايا بعد بالظبط 9 دقايق. انت لو عايزها تكون حمرا اكتر من كده هتسيبها 12 دقيقة. ده كان شكلها بعد 12 دقيقة، وهو ده الشكل اللي انا شخصيا بفضله او بحبه، ان هي تكون مستوية بزيادة وحمرا زي كده بالظبط. ودي كانت اول صينية استوت. انا ما استنيتش لحد ما هي تبرد، بالعكس انا حبيت اشوفها عاملة ازاي من جوه، واتفاجئت والله زيكم. انا حاسسها هوز لحد دلوقتي اصلا، ومتنكر في عيش فينو. المهم انا يا صاحبي زي ما انت شايف كده كانت هشة وطرية جدا جدا، وانا والله ما كنتش متخيل النتيجة هتطلع بالعظمة دي. المهم يا صديقي 4 كوبايات الدقيق اللي احنا اخدناهم عملوا لنا الكمية دي كلها بالعظمة والجمال دي. ودي كانت واحدة منهم بزبدة فول السوداني، ودي كانت اجمد واحدة فيهم. جربها وهتدعيلي، صدقني صدقني مش هتندم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. وبس يا صاحبي، ودي كانت نهاية طريقة النهاردة. وما تنساش اللايك والشير، وتتمنى لنا من قلبك الخير. وكمان لو بتتابعنا من اليوتيوب ما تنساش الاشتراك في القناة. وكالعادة كنت عايز اقولك لو انت وصلت معايا لاخر الفيديو هنا فانا بحبك. سلام.